اديت نفسك فرصة تجاوب على السؤال؟ بس انا حاسك جاوبت بسرعة. غالبا هتغلط، لان اسهل حاجة انت عملتها دلوقتي حالا انك انت تلوم الناس، واللي اسهل منها ان انت تلعن، استغفر الله العظيم، الزمن اللي انت فيه دلوقتي. لكن اصعب حاجة انك تبص جوه نفسك وتسألها: انا بعمل ايه في الحب؟ بدخل العلاقة ازاي؟ بطلب ايه؟ وبقدم ايه؟ في ناس كتير جدا نفسها تتحب، لكن اول ما حد بيقرب منها بتقفل الباب، وده اللي انت بتعمله دايما، وانت اللي عملت كده. في ناس نفسها تستقر، بس اول ما بتلاقي حد بتزهق، وانت بتعمل كده. في ناس بتقول عايزة الوضوح، بس هي بتنجذب للغموض اكتر من اول مرة، وانت بتعمل كده. وهي دي يمكن اكتر مشاكلنا، اننا ساعات بنتمنى الحاجة لكن شخصيتنا متعودة على عكسها. نفسك في حب هادي لكنك متعود على الدراما. نفسك في امان لكن انت بتحب القلق. نفسك في اهتمام لكن انت بتحب تختفي. فانت بتحب حاجة بس ماشي في طريق بيوديك لحاجة تانية. فعشان الطريق اللي بيوديك لحاجة تانية ده، انت بتقول لنفسك دايما انا حظي وحش، مع ان مش الحظ اللي وحش، الحقيقة هي اللي بتتكرر. مع ان الحقيقة ان اللي بيتكرر مش الحظ، اللي بيتكرر الاختيار اللي انت بتاخده كل مرة. وعشان ما تقولش انا اللي اخترت ده، بتقول لنفسك انا حظي كان وحش. وفي حاجة مهمة بقى انا عايز اقولها لك: الحب مش جايزة للمتعبين. يعني الحب مش بيجيلك عشان انت تعبان. يعني مش معنى انك انت اتوجعت قبل كده من الدنيا ان لازم يجي حد يعوضك. ومش معنى ان حضرتك صبرت كتير قوي ان لازم يجيلك، او اول شخص يجيلك هو ده نصيب العمر وهو ده الشخص. الحب محتاج وقت ووعي ونضج، مش مجرد معاناة واحتياج انت بتعوضه. انت دايما بتفكر ان الشخص اللي هيخش حياتك، وانا جاي اكلمك النهارده عنك انت، ان هو هيصلح كل حاجه، هيشيل كل القلق، هيمسح كل الخوف، هيعالج الوحده اللي انت كنت فيها، وهيطمن كل جرح ويداويه. وبعد شويه هتكتشف ان الحمل الاكبر اكبر من اي انسان، لان محدش يقدر يبقى بيت كامل لشخص تاني. لازم احنا الاتنين نبني البيت، لازم احنا الاتنين اللي نسند ونطبطب ونكبر بعض. لكن مش من الطبيعي انك تحط حياتك كلها في ايد شخص واحد وتقول له صلحني. ده اللي بيخلي علاقات كتير جدا تبدأ كويس قوي وقوية قوي، وبتنتهي بسرعة جدا 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 جدا، لأن البداية بتكون مبنية على احتياج كبير قوي، مش على توافق حقيقي احنا بنيناه. أول ما الاحتياج يهدى الصورة هتبان، هتلاقي إن اللغة المشتركة اللي كانت موجودة كانت كلها أوهام. إيه ده؟ النضج والفهم والتوافق والحنية والخوف وكل الحاجات اللي أنا كنت راسمها في دماغي كانت متغطية، وأنا فاكر إن أنا كنت بحب. فأنت لازم هنا تفهم كويس قوي إن في فرق كبير جدا بين إنك أنت تبقى محتاج حد وإنك أنت بتحب حد. اللي محتاجك هو متمسك بيك لحاجة واحدة بس، عشان هو خايف، وأول ما يطمن هيبعد. بس اللي بيحبك بيختارك، وهو في نفس الوقت ممكن يعيش من غيرك. طب متخيل؟ بس الفكرة كلها هو في الأول والآخر بيحبك، فهو عايزك أنت، عشان كده مكمل معاك. بس مش معناه ان هو ما يقدرش يعيش من غيرك. فهمت النقطة فين؟ وفي وهم منتشر بشكل كبير جدا ان الحب لازم يبقى صعب، لازم نجري ونستنى ونستحمل ونتكسر عشان نحس بقيمته وقيمتنا وقيمة اللي قدامنا. بس لو العلاقة سهلة ومحترمة وواضحة، لا، احنا ممكن بعدين ما نتمسكش ببعض. في حاجة غلط، ما فيهاش احساس. لان في ناس كتير اتربط في دماغها ان التعب ده هو دليل الحب، وكل ما الشخص كان بعيد وكان صعب المنال هتزيد قيمته وهيزيد تعلقنا بيه اكتر. المشاعر دي يا سيدي حاضر ممكن اقولك انها حقيقية، بس مش دايما صح، او في الاصح هي مش دايما حب. هي فكرة بس انك بتطارد شوية حاجات كانت فيك، القلق والخوف واليقين. انت على يقين يعني ان ده حب. عشان الحب مش لازم يبقى مرهق والله ابدا، ممكن شخص يبقى بيرد ثابت ومحترم وهادي. انت برضه هترجع تقول ايه ده، فين النار فين الشرار، عشان انت متعود على ده. ليه بقى ما تكونش النار اللي حضرتك مستنيها هي النار اللي هتحرقك بعدين؟ وحاجة بقى مشكلة ضخمة جدا هي اللي بتدمر علاقات كتير، ممكن تكون كانت واحدة من علاقاتك اللي فاتت اللي دمرتها، وهي المقارنة والمشاركة. بتقارن علاقتك وشريك حياتك بالناس كلها، بالفيديوهات
والحاجات اللي ما شاء الله بقت مالية السوشيال ميديا. فانت بتبص على نقطة معينة بتتفرج عليها وتقارن حياتك كلها بيها، وازاي حياتي مش كده ومش موجود فيها ده بقى ظلم كبير. لان انت مش هقولك بتظلم اللي قدامك يا سيدي عشان ما تحسش بالذنب، عشان عارف ان انا قلت لك انك بتظلم نفسك مش هتحس بالذنب لنفسك، ده اخر حد بتفكر فيه. بس تخيل انك انت بتظلم نفسك عشان انت مش عايز تقارن حياتك بحياتك، تقارن النهارده ببكره بيك انت. دايما بتقارن كواليسك كلها بعرض الناس واللي بيحصل مع الناس، والعلاقة ليها مشاكلها وأمورها وحياتها وعارف كوارثها اللي محدش بيصورها. والفكرة كلها انك انت لازم تحطها في دماغك دايما، لو فضلت تقارن عمرك ما هترضى، عمرك. وبقى في ناس كتير جدا ويمكن انا كل حاجة بنقولها انت عمال كل شوية تلاقي نفسك فيها. انت عايز شخص من غير عيوب، ناضج وجميل وناجح ورومانسي وغني وحنين وما بيغلطش، ولو حصل غلط بيشوف نفسه غلطان. ونسيت انك انت المفروض بتدور على انسان زي ما انت انسان. هو الشخص اللي انت بتدور عليه ده مش برنامج مصمم على حسب الطلب، لان البشر الانسان المعروف عنه ان هو فيه مميزات وعيوب زيك. والفرق مش في وجود العيب لكن في طريقة التعامل مع العيب. هل الشخص بيتعلم؟ هل بيعترف؟ هل بيحترم الكلام اللي انت قلته وبيحاول معاك؟ هل عنده رغبة حقيقية في انه يتغير او يتحسن علشان علاقتكم؟ لان الكمال وهم، لكن النضج هو الصح والحاجة الحقيقية. ولو سألتني بقى يا سيدي عن اهم شيء في العلاقة، انا هقولك اولهم هي الامان. لا الفلوس، لا الشكل، لا الكلام الحلو. الامان اللي ما بقاش موجود دلوقتي وبقى اخر حاجة الواحد بيفكر فيها. والامان انك انت ما تبقاش قلقان كل يوم، ما تبقاش خايف اللي قدامك يختفي، ما تبقاش محتاج تمثل، ما تبقاش محتاج انك تبقى بتحارب عشان تاخد ابسط حقوقك. الامان مش ان الشخص اللي قدامك كمان انه يكون بيعرف يطبطب عليك وانك تكون بتحس بالامان لما بتروح له. الامان هو انك تعرف تكون انت مع الشخص ده. تخيل ليه معنى اخر خالص غير اللي انت كنت عمال تفكر فيه وانا عمال اكلمك على الامان. احنا مش بنعمل اي حاجه في علاقاتنا غير ان احنا ندور فيها بس على الانبهار وان احنا ننبهر قدام الناس بيها، وما دورناش على الراحه اللي هي مش هتيجي غير واحنا بنتستر في علاقاتنا، في مشاكلنا، في فرحتنا، في الحاجات الحلوه اللي بنعملها لبعض، في زعلنا لما بنزعل بعض. فالفكرة كلها مش اللي بيسرع قلبك بسرعة هو ده الشخص اللي هيفضل في حياتك على طول، ولا اللي هيعرف يحافظ عليك. الشخص اللي بيخش حياتك بهدوء ممكن هو اللي يعرف يحافظ على قلبك بهدوء والوقت طويل، لأنه عمل كل حاجة بهدوء، فهو عارف يعني ايه وقت. لو اتكسرت حاجة مهمة جدا بالله عليك عايزك تفهمها قبل ما تكمل الفيديو كله، المفروض كنا نقولها في الاول. لو اتكسرت بالله عليك اتعالج بالكامل قبل ما تفكر في اي حاجه جديده، بالكامل. مش تسيب حته اللي بعده يجي يصلحها، بالكامل. لازم خد وقتك، افهم اللي حصل كويس قوي، شوف دورك فين، شوف دورك كان ايه وعملت ايه وصلحه. سامح نفسك عادي واعرف حدودك. ما تخليش وجع قديم يعاقب شخص جديد داخل حياتك، ولا هو كمان يجي يعاقبك. افتكر ده كويس، لان اوحش حاجة في الدنيا انك انت تجيب شخص يكون كويس ويدفع تمن كسرة قلب حد عملها قبل كده، تمن غلطة هو ملوش دعوة بيها. هو في الاخر كان شخص كويس وانت بتتعالج. في حاجة انت لازم تفهمها، ان انت فقدت الثقة. صح، ما اكيد طبعا دي من اول الحاجات اللي حصلت لك. الثقة مش بترجع بسهولة، مش بترجع بعلاقة شخص كويس فهيجي فيرجع لي الثقة. صعب، الثقة صعب انك انت ترجعها، لان مع كل مرة بتحصل حاجة حلوة ما تنكرش انك انت بتفتكر كل حاجة كانت بتحصل معاك، وهل اللي هو بيعمله ده حقيقي؟ هل هيفضل يعمله ولا بس بيحاول يبهرني؟ هتفضل تفكر لان الحاجة لسه فيك، لان الثقة لسه مش موجودة. والثقة مش هترجع في الناس غير لما ترجع لنفسك في الاول، لما توعد نفسك بحاجة انت لنفسك وتنفذها، لما تحترم احساسك، تحترم غلطك وتعرف تغيره، لما تبطل حاجة مهمة جدا واللي هي تتجاهل الحقيقة وتحاول بقدر امكانك انك تعميها كده وتعمل حاجة عكسها عشان خاطر
تفضل متعايش حاجة أصلا هي غلط. ولما تتعلم تختار الصح، لأنك أنت لما هتعمل حاجة صح وتلاقي نفسك تمام، ثقتك هترجع لك، تبقى مبسوط كده، إيه ده أنا عملت حاجة صح، كملت، طلعت إيه ده، عند محل الثقة في نفسي. فبعدها هتقدر تثق في غيرك بشكل كويس، ومش هتفكر كتير، وفي نفس الوقت هتفتكر انك انت ما كنتش بتتعشم وانت اعمى. نوصل بقى بعد الثقة لحتة الوحدة. لو لسه لوحدك تفتكرش انك انت متأخر. الوحدة مش هزيمة، مفيش حد احسن منك حتى اللي في علاقات، مفيش حاجة فاتتك. ممكن تكون فترة بتجهز فيها نفسك عشان تبني حياة صح، ما يبقاش فيها انفصالات، خناقات، محاكم والى اخره. تتعلم فيها ايه اللي تستحقه وايه اللي قدامك المفروض يستحقه منك من شخصيتك، عشان لما الحب يجي ما تبقاش ماسك فيه من الخوف، ما تبقاش ماسك فيه عشان انا خايف ابقى لوحدي تاني. لا، انت عارف ان الوحدة اللي انت كنت فيها دي كنت بتتعلم وبتتحسن، مش بتكتئب، فتعرف تختار. نيجي بقى نقول انك انت قلت في الوحدة انك انت متأخر، صح؟ عشان كده انت لوحدك. بس ما تخليش التأخير يقولك ان هو حرمان، لان مش كل تأخير حرمان، ومش كل رفض خسارة. انت ما خسرتش خالص لما اترفضت. ليه ما تكونش خسارة الشخص اللي قدامك ليك انت؟ ليه انت دايما لما بتكون بتخسر؟ اشمعنى؟ عشان هو رفضك؟ ليه؟ ومش كل نهاية اي حاجة بتبقى عقاب ليك انت السبب. لا، ليه ما تكونش احسن ليك وكنت هتخش على حياة مش حلوة؟ ساعات النهاية بتبقى حماية، خد بالك. والبعد ساعات بيبقى رحمة من حاجات كتير انت كنت حاسسها في المكان اللي انت فيه وما حسيتهاش او ما اتغيرتش غير لما سبته ومشيت. ساعات الوحدة ممكن تكون احسن من علاقات كانت هتكسرك. مش الكلمة التانية اللي جت في دماغك، مش فاهم؟ بس لا، تخيل الوحدة ممكن تكون احسن من كده، وفي يوم هتبص لورا صدقني وهتفهم حاجات كتير جدا، وتقول يا ريتها كانت حصلت من زمان. وتفهم برضو حاجات كتير ليه ما نفعتش، وهتفهم وقتها انك انت وقتها كنت بس محتاجها، لكن ده مش معناه عشان خاطر انت كنت محتاجها انها كانت مناسبة ليك. اهم درس في الحب عموما انك انت مش تلاقي حد وخلاص. الحب انك انت تعرف انك تبقى الشخص اللي يعرف يحافظ على حاجة كويسة لما تيجي، لانك انت ممكن تلاقي الشخص الصح اللي يفهمك واللي تعرف تبقى على توافق معاه وتضيعه، وتلاقي الأمان وتهرب منه، وتلاقي الوضوح فتبدأ تشك فيه وتخليه إنسان وحش. فقبل ما تسأل نفسك فين الحب، اسأل نفسك سؤال مهم: هل أنا جاهز لو الحب ده جالي دلوقتي؟ هل أنا ناضج وواضح وصادق بما فيه الكفاية إن أنا مش هبقى بس محتاج الشخص ده؟ هل أنا اتعالجت ولا لسه مستني شخص جديد يجي يبقى هو المستشفى ويدفع هو التمن؟ اقول في الاخر انا حظي وحش، بس صحيح. معنى انك انت هتبقى جاهز يبقى كل حاجة هتبقى سهلة، ماشي؟ حتى الحب الصح والشخص الكويس فيه تعب وفيه خلافات وفيه ايام تقيلة، بس الفرق ان التعب في العلاقة الصحيحة بيبني مش بيهد، والخلاف بيقربكم من بعض مش بيبعدكم ولا بيكسركم، والوجع بالنسبة لكم بيبقى مؤقت مش اسلوب حياة احنا متعودين عليه. لان في فرق كبير جدا بين علاقة فيها مشاكل وعلاقة هي نفسها المشكلة. في ناس كتير جدا كانت بتحاول تصلح علاقات في حياتها، بس هي ما تعرفش انها وهي عمالة تصلحها هي بتكسرها كل يوم، اصلا مش بتصلح حاجة. كل مرة بتقول يمكن يتغير، يمكن لما يحبني اكتر، يمكن بكرة يفهمني، ويمكن لما افهمه الدنيا تتصلح، يمكن لما استحمل وهشيل شوية اكتر ما انا شايل هتمشي. لكن مع الوقت انت هتلاقي نفسك عمرك ضاع، واحترام نفسك لنفسك والاحساس الطبيعي الكويس الحلو بالحياة بدل الاكتئاب اللي انت فيه والتفكير الزائد على حاجة واحدة في الحياة، مع ان في امور اصلا تانية انت سايبها مش بتفكر فيها. فعشان كده انت لازم تفكر في العلاقات اللي في حياتك بين الصبر الذكي والصبر المؤذي. انت ممكن تكون صابر بس بتأذي نفسك قوي وبتضيع من حياتك قوي. الصبر الصح انك انت تكون مع شخص بيحصل ما بينكم مشاكل، انت بتغلط هو بيغلط، انت بتتغير هو بيتغير، انت بتتعلم هو بيتعلم. لكن الصبر المؤذي ان في شخص شايف تعبك الدائم وعنده عادي، او العكس هو بيتعب قوي وانت عندك عادي، عارف خوفك واللي بيزعلك وبيستخدمه صح الصح، مرتاح وهو بيجرحك وعادي قشطه وبينام بالليل.
دي مش علاقة، ده استنزاف. وانا مش بقولك ان هو بس ممكن يكون هو اللي بيعمل كده، انت ممكن تكون بتعمل كده. ماشي؟ لو قلت بقى انا بحبه او هو بيحبني بس فهستحمله فهيستحملني، افتكر ان ده مش كفاية. ومع الوقت هتفهم قوي انه مش كفاية. الحب هيفضل من غير احترام يوجع، من غير تقدير يوجع، من غير تضحية يوجع، ومن غير امان ارهاق واستنزاف طول الوقت. ولو مفيش نضج كل حاجة هتبوظ، وعمر ما حاجة هتبقى مفهومة. فعشان كده مش كل شعور انت بتحس بيه مشاعرك دي مش معناها انك انت لازم تكمل. على فكرة ممكن يكون اكبر نضج في حياتك ان انت تحب حد كويس قوي بس تفهم انك لازم تمشي، تحب وتحط حدود، تحب وتقول لا، عشان هو ده الصح. ليه بقى بنقول ان الحب الحقيقي او الحب العادي او الحب عموما ليه في خلافات، ليه في مشاكل؟ ما انت بتقول نضج وصح ومش عارف ايه، وبعدين برضو بتقول ان هو في مشاكل، في خلافات. يا باشا هو انتوا متربيين نفس التربية؟ تربياتنا مختلفة، تفكيرنا مختلف. المشكلة مش اني نختلف ولا لا، لا لو احنا بنختلف ما ننفعش، لو احنا مش مختلفين ننفع. مش هي دي النقطة. الفكرة كلها احنا مع بعضينا بنختلف مع بعض ازاي؟ هل احنا وقت الزعل بنحترم بعض ما بنقولش كلام ما ينفعش يتقال؟ هل وقت لما بنتعصب في بجد حدود وكل واحد فينا عارف دوره؟ هل بعد الخلاف بنتصالح وبنعتذر وبنحاول نفهم وبنسامح وبنضحي؟ اعرف كويس قوي هي نفس النقطة. لو علاقتك ما فيهاش مشاكل فالعلاقة غلط، وبقولها بكل صراحة العلاقة مش موجودة أصلا، لأن ما ينفعش ما يبقاش فيها مشاكل. لكن العلاقة اللي موجودة بجد علاقة ما بين اتنين ناضجين. فهي دي بقى المشكلة، إن أنت أول ما بتحس إن العلاقة فيها جد وهيبقى فيها نضج تهرب. صح؟ هيبقى فيها مسؤولية وكلام عن المستقبل وإزاي هنبنيه وإزاي هنبقى ثابتين كده ونرتب فلوسنا، شغلنا، نجاحاتنا، عيالنا. لأن أكتريتنا بيحبوا الإحساس بالبداية، وما أجمل البدايات. لأن البداية لسه بداية، فيهاش مسؤولية، فيهاش استمرارية، فيها حب ورسائل طويلة وسهر وشوق وإني منا إني طنة. أنت فاهم؟ بس هي مش هتعرف أي حاجة لما المسؤولية تدخل. وفي بقى حاجة تانية، إحنا اتكلمنا عن الشخص اللي بيتأذي دايما، تعال بقى نتكلم عن الشخص المنقذ اللي بيعيش دور المنقذ. كل مرة تختار شخص مكسور تايه وتقول أنا هعالجه، أنا هغيره، I can fix him, I can fix her. صح؟ وبعد سنين طويلة تكتشف إنك أنت كنت بتهرب من إصلاح نفسك حتى تصلح غيرك. شفت أنا عارفك أكتر منك إزاي؟ حتى انت اللي بتنقذ. واخد بالك؟ انا واخد بالي منك انت كمان. حضرتك انت داخل دلوقتي حالا في شريك حياة، حد هتتجوزه وهيبقى حياتكم مع بعض، مش حضرتك الاسعاف بتاعته. ويوا الحق واحد مكسور، يلا بينا نخش نحبه، طلعه من هو فيه ونغيره ونخليه احسن. بس هو مش هيقلق منك، مش هيخاف منك، مش هيفكر فيه وفيه ابدا. وكل ما هيفكر هتجيب البلاستر من عربية حط عليه، لا ما تخافش، لا ما تخافش، مش هيتغير. والفكرة كلها نرجع للنقطة الأساسية، أنت مش بتساعد نفسك. فطول ما أنت مش عارف تساعد نفسك انسى إنك أنت تعرف تساعد غيرك، لأنك هتيجي في يوم وهتتعب فهتقول بقى نفسي بنفسي. فبعد ما جبنا الاتنين، انتوا الاتنين دايما علاقاتكم بتبوظ علشان انتوا مش خايفين ان العلاقة تفشل، انتوا خايفين ان العلاقة تنجح. تخيل، عشان انت خايف من المسؤولية، مش خايف من الشخص، خايف ان حد يشوفك على حقيقتك. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، عارف انك انت لازم تبطل العاب وهروب اللي كنت بتعمله طول العلاقة. مشكلتك انك انت مش متعود على السلام، عشان السلام بيقلقك. اول ما بتحس ان الدنيا ماشية كويس، انا هختلق مشكلة ونكد عشان نتخانق ونبعد شوية وعيش اللي انا عارفه، عشان انت اتعودت ان الحب لازم يبقى صعب. فاول ما بتلاقيه سهل تفكيرك بيشتغل في حاجة غلط. تعال معايا بقى اقول لك كده كام حاجة مهمة. عايز تعرف الحب اللي انت فيه او الحب اللي انت هتدخله او دخلته او عايشه او متجوز اي خاطب ايا يكن، هل ده صحيح ولا لا؟ سؤال مهم اسأله لنفسك بعد ما بتخلص مكالمة
مع الشخص اللي بتحبه ده وتقفل، بتحس بايه؟ استنزاف ولا راحة؟ امان ولا خوف؟ وقت المشكلة بتحسوا ان انتوا فريق، كل واحد فيكوا عايز يكسب وخصوم كده، تتخانقوا مين يبقى في التوب؟ ولا بتتكلموا مع بعض من غير خوف وكل واحد فيكوا هو وقت المشكلة نفسه مش خايف، بيقول وعارف ان هو هيتسمع وهيسمع؟ ازاي؟ هل بتبقى تعرف انك انت تبقى نفسك من غير ما تمثل؟ هل بتحتاج انك انت تخبي زعلك، او تحتاج انك تخبي فرحتك، او تحتاج انك تخبي انت؟ وجود الشخص ده في حياتك بيخليك تكبر وتنضج وتبقى احسن ولا بتضيع؟ لو الاجابات كلها عكس اللي انا قلته فاعرف انك انت بتضيع، اعرف انك انت محتاج تعيد تفكيرك، لان من اكبر واحسن القرارات الشجاعة انك انت ممكن تبعد مش تبقى احسن، مش تخسر. من اكبر الحاجات الصح اللي تبقى عملتها انك تسيب، وهتفهم بعدين مع الوقت. نيجي نقول دلوقتي حالا ان انت سبت، هل انت انتهيت؟ انت اسألك سؤال، انت خدت كام جرح يا صاحبي؟ فانت فيك جروح كتير، ده مش اول جرح، فانت قد اي جرح تاني صح؟ انت قد جروح كتير، الانسان مش قد جرح واحد وبس، لان كان زماننا انتهينا كلنا. انت قلبك اقوى من ان هو يتخيل عدد الجروح اللي ممكن تمر على حياتك، بس انا عارف كويس قوي انك انت عارف كويس قوي انك انت تعرف تعديها زي ما عديت كل اللي فات. هيتعب ويتقفل ويخاف لانه هيعدي بمرحلة الوحدة اللي اتكلمنا عليها، فهيتعلم ويفتح قلبه تاني ويفهم ويعرف الصح. ويمكن المرة الجاية ما تبقاش اقوى ونفس الجرح، لانك قسيت وفهمت وتعلمت. فهمت وقتها ان الاهتمام لازم يبقى بطريقة معينة، ان الغموض مش قيمة ولازم اجري ورا الحاجة دي بس، وانك مش لازم تخسر نفسك عشان تكسب اي حد. وحاجة تانية، ما تستناش اعتذارات ممكن عمرها ما تيجي، او توضيح مش هيحصل لو اتسبت من غير سبب، او حد يرجع لك تاني هو اصلا المفروض يكون اتنسى من زمان، لدرجة ان هو ممكن يكون اتجوز وانت قاعد في مكانك. في نصيحة قبل كده حد قالها لي بجد والله، قال لي مش لازم كل باب اتقفل يبقى ليه اسباب ولازم تعرفها، وساعات بيبقى ارحم انك ما تعرفش، انك تمشي وترمي ورا ظهرك. ساعات بجد بتحتاج تقول لنفسك اللي فهمته كفايه، واللي شفته كفايه، واللي وجعني كفايه، وتمشي احسن لك. وعشان خاطري عيش دور الشفاء بوقته كله، ما تستناش انه يعدي بسرعه، كل حاجه بتحتاج وقت وبتعدي بمراحل، عشان انت هتعدي بايام صعبه وايام كويسه برضو في المرحله دي، فلازم تستحمل، لان هيعدي عليك يوم ناسي، يوم هتفتكر، يوم حاسس ويوم مبسوط. فالزعل والله العظيم هو جزء من الشفاء اللي بيحصل لك، ولكن انت مش بتبني بيت جواه. بيجي الزعل نعمل له كوبايه قهوه ونقعد نفكر هو ليه حصل، هوبا اللي بعده نرميه، مش بناخده ونقعد نتمشى بيه. عشان مع الوقت صدقني والله العظيم، عايز اسالك كده، الاسم اللي كان بيوجعك ده مش دلوقتي حالا بقى بيجي سيرته بقت عادي؟ شفت ان الوقت بيعالج، بس محتاج وقت. الذكرى كانت بتخنقك بمجرد اسم المكان او مشهد قديم، او تعدي بس تشوفه. ايه اللي هيحل ده؟ هقول لك مش الوقت بس، الوقت والوعي، انك تبقى واعي وانسان ناضج وفاهم، فدولت مع بعض كده هيهدوا اي حاجة حصلت قبل كده مع بعضيهم. فمش الوقت بس ولا الوعي بس، لا وعي ووقت. لكن انت ممكن توعى وتقول انا نسيت بسرعة والموضوع عدى، هوب بطخ تلاقي نفسك لابس في حاجة تانية. تقعد وقت طويل وانت مش واعي، فتفضل برضو نفس الحاجات لسه في دماغك، انت فاكر نفسك نسيت بس انت مش واعي انك انت ما نسيتش. فالاتنين دول مع بعض هيكملوا بعض، هتبقى في احسن علاقة في حياتك وهتبقى نضجت. يا الله على اللي جه في بالي دلوقتي. امتي اللي مش محتاجة شهادة من حد، امتي مش محتاجة رسالة ولا اختيار شخص ليا، امتي المفروض تبقى موجودة عندي قبل ما اي حد يحبني. انا عارفها كويس قوي قبلك، سواء كنت في علاقة او لوحدك، ماشي؟ عشان لما هتفهم ده الحب مش هيبقى ايه رمي مشاعر وخلاص، عشان هتبقى عارف قيمة كل حاجة بتحصل. هتحس ان دي مش حاجات بتحصل احنا بنقدر بيها بس بعض، احنا بنشارك بعض. هيبقى فيه ياه الغاء تام للشعور بالفقدان، هتلغي فكرة انك هتخسر الشخص اللي قدامك، عمره ما هيعرف يلعب. عارف
هتبقى بس بتفكر في حاجة واحدة، الامتنان بالوجود. هتبقى ممتن جدا ان انت مع الشخص ده، وعارف كويس قوي ان هو قد ايه هو مبسوط وفخور ان هو معاك. وهتحس انك انت مش داخل العلاقه خلاص عشان انا عايز انجو، انا خلاص هو ده طوق النجاه بتاعي. هتحس انك انت داخل حياه انت اصلا داخلها عشان هي عماله تقوم بس، مش اكتر، مش بتصلح حاجه تانية. ففي النهايه مش العلاقه هي اللي هتعوضك عن نفسك، ومفيش اي حد في الدنيا هيعمل لك حياه انت مش عاملها من الاول. فاهدى وخليك صادق وواعي وناضج كده. اشتغل على نفسك احسن، اتعلم اللي فات، بس سيب الباب مفتوح شويه من غير ما تجريش ورا اي حد يدخله. سيبه مفتوح وحسن من نفسك وافهم. عيش حياتك وابني نفسك واشتغل وافرح وانسى، اتعلم وازعل وعيش حتى لو انت لوحدك، لانك لو هتعرف تعيش لوحدك كويس، لما الحب هيجيلك هتعرف تعيشه مع حد صح. ففي يوم لما الحب ده هيجيلك، انت مش هتقول اخيرا، مش اخيرا لقيت الحد او اخيرا لقيت الشخص، هتقول اخيرا انا عرفت احب صح واحب الشخص الصح. وهتفهم وقتها قد ايه كل حاجة راحت هي ليه راحت، كل باب اتقفل ليه اتقفل، كل درس وجعك فهمته او ما فهمتوش ليه حصل. لانه وقتها هتفهم كويس قوي كل اللي فات لما تكون في اللحظة دي، وانت ليه بقيت في اللحظة دي، وازاي بقيت في اللحظة دي. لحظة هتعرف فيها اللي شدك لتحت ورماك، ولحظة هتعرف فيها اللي فضل جنبك وبناك، بين اللي لعب بمشاعرك وبين اللي طمنها، بين اللي خلاك تجري وراه واللي اختار يعيش جنبك ويجري معاك. وهتعرف ساعتها أصل الحكاية، إن الحب ما كانش مختفي، الحب بس كان مستنيك تبقى جاهز. ويمكن كده خلصنا الحكاية.